القضية ديال اليوم غادي تمسك في القلب ديالك، لحقاش الضحية ديالنا في هذا الفيديو ولا في هذه القصة هو واحد الشخص اللي مسلم ولكن ماشي عربي. يلاه اقتحم الإسلام وهما يعدموه هذه يومين هادي، يعني في 2024 وفي هذا الشهر شهر 9 صفاوها ليه، عدموه بشوكة أو إبرة، حقنة داروها له في الوريد ديالو، سم داروا له في الدم ديالو. القصة ديالنا كتبدا مع مارسيليس ويليام سنة 1995 اللي قرقبوا عليه البوليس في الدار ديالو وقالوا له انت راه قتلت واحد الراجل، وداوه للحبس وحكموا عليه بالاعدام. ولكن 26 عام هو في الحبس حتى اليوم، ولا هذه يومين هذه حتى لهذا العام عاد عدموه. السبب شنو هو؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا في هذا الفيديو. عارفين اقتحموا عليه الدار وداوه للبوليس اللي عندهم للسجن. الدلائل اللي كانوا عندهم على القتل ديالو لهذا الشخص هو جوج شهود فقط، ما كاين لا بصمات لا دلائل، تحليل ضد ان لا علاقه، يعني غير جاو كشوا عليه ودخلوه للسجن. ولكن من دخل للسجن اقتحم الاسلام ولا مسلم، والاسم ديالو تبدل من ويليام مارسيليس الى خليفه، ولا كيدعي الاسلام في السجن. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تقدروا كان ما تدخلش للسجن وما تعدمش راه ما ولش مسلم. 2024 تم الاعدام ديالو، والرساله الاخيره اللي خلاها هي الحمد لله على كل حال. ورساله اخرى او واحد القصيده اللي كتبها على الاصدقاء ديالنا او على الابطال والاخوه ديالنا في فلسطين. من هنايا خصنا نتوجه بواحد الدعوه ليهم قبل: اللهم كن معهم ولا تكن عليه، يا الله يا رحمن. السلام عليكم.